رسميا صفقة تبادلية، فينيسيوس إلى باريس سان جيرمان ومبابي إلى ريال مدريد. لكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنت مهتما بأخبار الميرينغي فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. فجرت صحيفة سبورت الكتالونية مفاجأة من العيار الثقيل داخل نادي ريال مدريد بشأن صفقة كيليان مبابي المنتظرة والمحتملة في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يرغب فلورنتينو بيريز في التعاقد مع مبابي في نهاية الموسم من أجل تدعيم الصفوف الهجومية في الملكي رغم تألق فينيسيوس في الفترة الماضية. لا يرى بيريز أن فينيسيوس هو النجم الذي يبرز صورة ريال مدريد، لذلك فهو يريد مبابي، وهو ما قد يجعله يفكر في بيع البرازيلي. مبابي وفينيسيوس يلعبان في نفس المركز تقريبا، ولهذا سيفضل بيريز الفرنسي الدولي لأنه يراه الأفضل بكل بساطة. ومع تفكير بيريز أن بيع فينيسيوس سيساعده في تكميل صفقة مبابي، خاصة راتبه خلال السنوات الخمس المقبلة إذا تمت المفاوضات بنجاح. وكان رئيس ريال مدريد قد تعاقد مع فينيسيوس ردا على حصول برشلونة على نيمار، ولكن أداء الأول لم يتفوق بشكل كامل على لاعب الهلال رغم أنه أساسيا مع منتخب البرازيل. لم يتفوق فينيسيوس على نيمار إلا في الرد على الاستفزازات وبعض التصرفات غير المقبولة كما وصفها التقرير.